سيدي. ولاد وعمال وقياد يصحكم ورد عليكم قال لكم سيدي. تلقاو الخير قال لكم سيدي. جهة الداخلة وادي الذهب وتضم وادي الذهب أوسرد جهة العيون الساقية الحمراء وتضم عمالات وأقاليم العيون بوجدور طرفايا السمارة جهة قلميم ودنون وتضم قلميم أس الزاق طنطان وسيدي إفني. جهة طنجة تطوان الحسيمة الله يبارك في عمر سيدي. جهة الشرق الله يبارك في عمر سيدي. جهة فاس مكناس يبارك في عمر سيدي. زيادة طنجة تطوان الحسيمة الله يبارك عمر سيدي. زيادة الشرق الله يبارك عمر سيدي. زيادة فاس مكناس الله يبارك عمر سيدي. الله يعاونكم قال لكم سيدي. الله يصحكم قال لكم سيدي. الله يرضى عليكم قال لكم سيدي. ولاد وعمال وقياد لا يصلحكم يرضى عليكم قال لكم سيدي. تلقاو الخير قال لكم سيدي. جهة طنجة تطوان الحسيمة وتضم طنجة أصيلة المضيق الفنيدق تطوان الفحص أنجرة العرائش الحسيمة شفشاون وزان. جهة الشرق وتضم وجد أنقاد الناظور دريوش جرادة بركان توريرس قرسيف فيقيق. جهة فاس مكناس وتضم فاس مكناس الحاجب إفران مولا يعقوب صفرو بولمان تونات وتازا. جهة الرباط سالة خنيطرة الله يبارك عمر سيدي. جهة سليم الله خنيفرة الله يبارك عمر سيدي. جهة الدار البيضاء ستات الله يبارك عمر سيدي. جهة الرباط سالة خنيطرة الله يبارك عمر سيدي. جهة بني من الله الخنيفرة الله يبارك عمر سيدي. جهة الدار البيضاء ستات الله يبارك عمر سيدي. الله يعاونكم قال لكم سيدي. الله يصحكم قال لكم سيدي. الله يعاونكم قال لكم سيدي. ولاد وعمال وقياد نصلحكم ورد عليكم قال لكم سيدي. لقاو الخير قال لكم سيدي. جهة الرباط سالة الخنيطرة وتضم الرباط سالة صخيرة تمارة الخنيطرة الخميسات سيدي قاسم سيدي سليمان. جهة بني ملال الخنيفرة وتضم بني ملال الزلال فقي بن صالح خنيفرة خريبكة. وجهة الدار البيضاء سطاط وتضم الدار البيضاء أنفل في دامر السلطان عين السبع الحي المحمدي الحي الحسني عين الشق سيدي البرنوسي بن مسيك مولاي رشيد المحمدية نواصر مديونة بن سليمان برشيد سطاط وسيدي بن نور. الله يبارك عمر سيدي. جهة درعا تافلات الله يبارك عمر سيدي. جهة سوس ماسة الله يبارك عمر سيدي. زياد مراكش سفير الله يبارك عمر سيدي. زياد رعا تافلات الله يبارك عمر سيدي. زياد سوس ماسة الله يبارك عمر سيدي. الله يعاونكم قال لكم سيدي. الله يصحكم قال لكم سيدي. الله يرضى عليكم قال لكم سيدي. ولاد وعمال وقياد لا يصلحكم يرضى عليكم قال لكم سيدي. تلقاو الخير قال لكم سيدي. جهة مراكش أسفي وتضم مراكش شيشة والحوز قلعة السراغنة الصويرة رحامنة أسفي اليوسفية. جهة درعا تافلات وتضم الرشيدية ورزازات ميدل تنغير وزاكورة. جهة سوس مسة وتضم أكادير الدوتنان إلزقان أيت ملول شتوكا أيت باها تارودان تيزنيت وطاطا. تطلق المدفعية عدة طلقات بهذه المناسبة العظيمة التي يخلدها الشعب المغربي من طنجة إلى القويرة بكل مشاعر الحب والوفاء والتعلق الدائم بالعرش العلوي المجيد. فحفل بهيج مليء بالدلالات والرموز والحمولات التاريخية القوية لمملكة عريقة ضاربة جذورها في أعماق التاريخ. تاريخ مجيد وحاضر مشرق زاهر ومستقبل واعد في كنف الدولة العلوية الشريفة. دلالات ورموز يستحضرها الشعب المغربي قاطبة من طنجة إلى القويرة بأسمى مظاهر الفخر والاعتزاز. تجسد قوة ومتانة الالتحام الذي ما فتئ يجمع على الدوام العرش بالشعب والشعب بالعرش على امتداد جميع مراحل بناء صرح مملكة الرخاء والازدهار ومملكة العزة والكرامة.
تحل الذكرى 24 لتربع صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله على عرش أسلافه الميامين، وهي مناسبة عظيمة وجليلة يجدد من خلالها الشعب المغربي قاطبة التأكيد على أن الصلة التي تجمع العرش بالشعب تظل متجذرة في عمق أعماق التاريخ، وأنها شكلت على الدوام الأساس الصلب والمتين للأمة المغربية المجيدة والتعبير الأسمى عن مدى تلاحمها واستمراريتها. أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، محفوفا بصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن، ومرفوقا بصاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد، وصاحب السمو الأمير مولاي أحمد، حب سرمدي ووفاء دائم للعرش العلوي المجيد يزداد توهجا واتقادا مع مر السنين في عهد صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، رمز هذه الأمة وموحدها وباعث نهضة المغرب الحديث، الذي تمكن بفضل حنكة وتبصر وسداد رؤية جلالة الملك والتجند الدائم المستمر لأبناء هذا الوطن الأوفياء من شق طريق التقدم والازدهار والرقي بكل عزم وثبات وثقة وتماسك. وبحفل الولاء إلا تأكيد وتجسيد قوي وترجمة فعلية للبيعة الشرعية التي شكلت على امتداد تاريخ هذه الأمة العريق الميثاق الغليظ والرابطة المتينة التي طالما جمعت قائد الأمة أمير المؤمنين حامي حمى الملة والدين، رمز هذه الأمة وضامن استقرارها ووحدتها الترابية بأبناء شعبه الأوفياء من طنجة إلى القويرة. إلى هنا نودعكم سيداتي وسادتي، وإلى اللقاء. تابعنا وإياكم مشاهدينا الكرام حفل الولاء الذي ترأسه الملك محمد السادس بساحة مشوار القصر الملكي بمدينة تطوان. هذا الحدث البارز الذي يجسد التلاحم العميق الذي يجمع منذ قرون بين الشعب المغربي والعرش العلوي المجيد. قال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد شتيغا إنه يقدر ما أكد عليه الملك محمد السادس في خطابه من دعم للقضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة بإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس. وأضاف أن خطاب العرش يؤكد العلاقة المتميزة والضاربة